في مقلب سيء جدا، قام طالب بإلصاق ورقة على قميص صديقه من الخلف مكتوب عليها أنا غبي، وطلب ألا يخبره أحد بذلك، وضحك الجميع على ذلك. بعد قليل بدأت حصة الرياضيات. كتب الأستاذ مسألة صعبة ولم يتقدم أحد ليجيب سوى الطالب الذي على قميصه الورقة، وسط ضحكات خافتة من الطلاب هو لا يدري سببها. قام بالبدء بحل المسألة. حينها لاحظ الأستاذ الورقة التي على ظهره والمكتوب عليها أنا غبي. طلب الأستاذ من بقية الطلاب أن يصفقوا له، ثم توجه نحو الطلاب وقال: قبل أن أعاقب الفاعل سأخبركم بشيئين. طوال حياتكم سيضع الناس أوراقا على قمصانكم مكتوب عليها أشياء كثيرة مهمتها أن تجذبكم للخلف كلما حاولتم التقدم. صديقكم لو كان يعلم بشأن الورقة لما تقدم للإجابة. كل ما عليكم فعله هو تجاهلها والتقدم للإجابة كلما سنحت لكم الحياة بذلك. الشيء الثاني أنه يبدو جليا أنه لا يمتلك صديقا جيدا بينكم يخبره بشأن الورقة ويزيلها عن قميصه. فلا يهم أن تمتلك أصدقاء كثر، المهم أن تكون معتمدا على نفسك وتثق في نفسك جيدا، لأن الثقة بالنفس تجعل من العصفور صقرا، ومن الوردة حديقة، ومن الحلم حقيقة.